حبايب قلبي، شايفين الكرواسون والقرص الجامده دي؟ عايزه اقولك يعني كيلو الا ربع دقيق هتعملي احلى كرواسون واحلى قرص. لو عندك لبن قاطع اوعي ترميه، هتعملي مع بعض، تعملي معايا كل اللي انت شايفاه ده والخير ده كله. بجد حلو قوي قوي ومش مكلف. الحكايه كلها مكلفتش اكتر من 10 جنيه. بجد حلو قوي. لو انت جبتي الكلام ده من بره هيكلفك جامد. هتعملي لاطفالك، لحبايبك، آه لاطفالك في المدرسه. بصوا شايفين طريه جدا وهشه، حلو قوي قوي. وتابعي معانا الفيديو للاخر. حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده القرص الفلاحي الجميله جدا السهله اللي مش هتكلفنا في اي حاجه، حتى اللبن لو قاطع كده زي ده. شايفين اللبن اهو قاطع معانا، عمل كتل كده زي الجبنة او زي الزبادي. مش نرميه خالص يعني، هنستفاد بيه، هنغليه وهنعمل بيه القرص اللي انتوا هتشوفوها الجامدة الفلاحي دلوقتي. يلا نقول بسم الله. عندنا هنا بيكنج باودر، وعندنا هنا خميرة، ورشة ملح بقى ورشة سكر، وعندنا دقيق. فهنحط الدقيق الاول، هنحط حوالي نص كيلو دقيق يعني نص كيس. نفتح كده، احنا كده كيس، كده نصه. حط عليه الخميرة، بص كده برضو. حط عليه بيكنج باودر، هنقلب كل مكونات الجافة دي مع بعض. وصحيح انا نسيت اقول لكم هنحط كوباية زيت. هنحط كده كوباية زيت، دول كويسين. يبقى هو كده كوباية الا ربع زيت، كوباية كيلو الا ربع دقيق. هنحط كيلو الا ربع لبن اللي هو القاطع. لو قطع معاكي ما قطعش عادي يعني، حطي لبن عادي، بس انا بتكلم ايه نستفاد بيه. نقلب بقى كل مكونات الجافة دي كده مع بعض مع الزيت كده، يعمل زي البسيسة كده. ويفضل ان احنا نغلي اللبن. هنحط بقى رشة ملح ورشة سكر دلوقتي، بس الاول نقلب كده المكونات دي كده. بصوا حبايبي، نحط كده ايه معلقتين سكر كده صغنطتين، ورشة ملح كده نعادل العجائن والمخبوزات. طبعا انتوا عارفين لازم نحط الاتنين، لازم نحط ملح وسكر. نقلب كده، نغلي بقى اللبن عشان يبقى دافي معانا. ندفيه كده ونرجع لكم. شايفين يا حبايبي اهو لما غلي بان اكتر ان هو ايه قاطع. شايفين اهو، اهو بصوا، بصوا فصل ازاي اللبن اهو. عشان كنت تحس ان هو قبل ما اغليه ان هو مش قاطع اهو. بصوا ده هينفعنا بقى. عايزه اقول لكم ريحته عامله زي السمنه البلدي. هنحط هنا بقى كده بس واحده واحده. شايفين اهو، نحط واحده واحده كده، حبه كده ونقلب. طبعا هنقلب بايدينا ده عشان نعجن بايدينا. نحط حبه كمان كده. عايزه اقول لكم هتطلع احلى قرص فلاحي باللبن الرايب ده او اللبن القاطع ده، وريحتها اكنه سمنه بلدي بالظبط. مش مكلفه خالص وما كلفتنيش ولا هتتعبنا خالص. احنا هنخمرها بس تبقى تخمر براحتها.
شمر بقى ونلت ونعجن كده. بصوا ملمسها ايه، ناعم خالص جدا اهو. تاني كده احنا مش محتاجين بقية اللبن. يا اما نحط شوية دقيق ونزود لبن لو عايزين نزود الكمية، يا اما طبعا عشان المكونات الجافة لازم تتحط مع بعض، فهو نكتفي كده بالكمية دي نحتفظ عادي ببقية الكمية دي بتاعتنا في الفريزر، ونطلعه ننمي للأولاد. حلو جدا نعملهم للمدارس الصبح، يعني هما اكيد بيزهقوا من السندوتشات والروتين السندوتشات والجبنة واللانشون، ف ليه لا نعملهم شوية قرص كده حلوين نضرب في البيت، هيعجبهم جدا وهيقولولك يعملوا لنا كل يوم. بصوا ملمسها حلو جدا، ملمسها طايري. بصوا بصوا هنكمل كده. كل ما تقلبي فيها احسن تديكي نتيجة تتخمر افضل وافضل اهي. كده على بعض نقعد كده ايه نقلبها كده. اتعجنت ايه معانا اهي كويس جدا. سيبها بقى تخمر ونغطيها كده بكيس بلاستيك، كيس بلاستيك بيبقى نضيف، نحط عليها طبق، نحطها كده في البوتاجاز طبعا وهو مطفي، سيبها تخمر براحتها ونرجع لكم تاني. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه الحلاوه اللي انا عملته ده؟ بصراحه يعني حاجه كده وهم، انا متخيلتش. انا لقيت طبق عمال يطلع 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 بيقول الحقوني يا جماعه نزلوني. العجينه رفعته جامد. شايفين ما شاء الله العجينه بقت حلوه ازاي، وقبة حلوه جدا. احنا بقى كل اللي علينا ان احنا بنهبطها. ايوه متستغربوش، هي هتنفخ تاني. بننزل الهوا كله منها كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ما شاء الله منزلين هوا برضو، هي لسه عاليه. هناخد بقى ندهن كده الصينيه بتاعتنا كده سمنه، احنا حطينا في العجين زيت، فندهن بقى ايه الصينيه سمنه. ولو كنا حابين نحط في العجين زبده او سمنه كان هيبقى حلو جدا برضو، بس انا حبيت ان انا مكلفهاش ليكو. هنحط كده اهو ونفرد بالفرادة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، احنا دهنا صينيتين. نجيب بقى كده حته نكورها كده. احنا بقى طمعنا شويه وقلنا ايه بدل ما نعمله كلها قرص نجيب كده شوكولاته، في شوكولاته نفتح بيها الاولاد نعمل لكم بيها كرواسون. محدش يستغرب، نفس عجينه القرص نفس عجينه الكرواسون عادي جدا، وقريبه جدا برضو من عجينه البيتزا. احنا هنعملها كده اهو وهنسيبها مبططة تاني، نحطها كده في صينية عشان هتخمر لها مرة كمان. يعني انا ايه هنبدأ باللي هنبدأ بيه دلوقتي، ده اللي هنبدأ بيه في السوا عشان ده اللي يبقى اتخمر اكتر. هنعملها كورة كده ماشي، ونحط كده اهو نقفلها كده اهي، نحطها هنا كده، وهكذا هنكمل بقية العجين الصينية دي. بس صينية تانية هوريها لكم نعمل بيها كرواسون. هنعمل كده
حلوة جدا وهشة معانا، طرية قوي. هنا احنا خلصنا كل القرص بتاعتنا، هنسيبها تخمر حبة كمان وهتعلى معانا، وبعدين هنبططها ونسويها. هنعمل بقى في الصينية دي كرواسون، هنلم كده الكرواسون كده، نلم العجينة كده نعمل بيها كرواسون، ونفرد دي كده على الترابيزة، ونفرد بالنشابة. بصوا ما شاء الله، بص طرية خالص ومطاطة خالص. دي هتحطيها، بصوا بقى يا حبايب قلبي، اللي اجتمعت بقى وقالت لي ماما ايه احنا هنعمل بقى قرص وكرواسون كمان، قلت لهم ليه لا، يلا نسخسخ، يلا نعمل اللي انتوا عايزينه. هو يوم اجازه يعني ولا اكتر، عشان متعوده في يوم الاجازه بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، صح ولا ايه؟ اه طبعا ولادي حبايبي لازم اعمل لهم اللي هم عايزينه، بالذات بقى بنتي مريم، ما اقولكوش بقى متحبش الاكل خالص. تقولي لها يا مريم كلي، تقولك لا لا يا ماما مش قادره. واحد بيتحايل عليها كده بس عشان تاكل. هنعمل دي كده ايه، مثلثات كده، العجينة منها هشة جدا يا جماعة. هنعمل ده بقى كرواسون صغنن، اللي هو البتيهية الصغنطوطة دي، اللي هو طبقه ب5 جنيه، عارفينه؟ بس كده. حطي بقى قطعة شوكولاتة، قطعة كده، هنحشي بقى الكرواسون بتاعنا. بصوا احنا عاملينه صغنن ازاي، نحط فيه كده قطعة شوكولاتة ونلفها كده كده اهو. بصوا حلوة اوي، صغنطوطة خالص كده، لذيذة، تعمل معانا كمية كبيرة، في نفس الوقت تكفي ايه الوحوش اللي عندنا في البيت.
قصدي كتاكيت اللي ما بيتاكلش خالص. بنتي تقولي انا يا ماما، انا يا ماما، تقول عليا الكلام ده خالص خالص. كده دي. بصوا بقى، انتوا بتمسكي تفردي من تحت وتشدي كده، تفردي وتشدي، تفردي وتشدي، بحيث ايه تبقى كلها كده ايه عاملة زي الحلزونة كده. هنكمل بقى بقية الكرواسون بتاعنا عشان مطولش عليكم وارجع لكم تاني. بصوا هنا يا حبايبي بقى خلصنا الكرواسون زي ما انتوا شايفين كده اهو. والقرص اهيت كمان هنبططها، اتخمرت شوية، نمسك قرص قرص كده نبططها كده كده. حابين نحط عليها من جواها سكر تمام، مش حابين نكتفي كده بالقرص العادية دي، قرص الفلاحي اهي. نبطط كده هي ما شاء الله خمرت كمان فزادت مساحتها، اما احنا كنا سايبين لها كمان. احنا ممكن لو سيبناها كده تبقى كايزر عشان تبقوا فاهمين. جيت مثلا عايزة الزبيب فعادي نجيبها كده نكورها كده اهو اهي. العجينة ما شاء الله لينة جدا معانا اهي. نروح مبططينها كده وحاطينها بس بكل بساطة كده اهو. اهو مبططة كده وحاطينها كده مظبوطة. تعالي نظبط دي اللي حاسس ان هي مش مظبوطة نكورها كده. بصوا نبططها كده نفس الكلام. عايزة اقول لكم بقى بنص كيلو دقيق او كيلو ربع بالكتير حطيناه، ولبن رايب قاطع، عملنا صينية كرواسون كبيرة وصينية قرص. الحكاية كلها مكلفتناش حاجة غير تمن الدقيق، كيس بيكنج باودر، كيس خميرة، يعني حاجة كده بسيطة جدا. وعملنا قرص ما شاء الله كتير اهي، هنشوفها كمان لما تطلع هتبقى حلوة جدا. عايزة اقول لكم والله ريحتها تحفة، لو الريحة بتوصل كنت وريتكم الريحة عاملة ازاي. بصراحة جميلة جدا جميلة. بصوا بصوا يعني هي كفاية ان هي طرية كده وهش جدا. بس احنا كده ظبطناها. هنسخن الفرنة، ومع ما الفرنة تسخن هنسيبها برضو تخمر حبة كمان، اذا كان القرص او الكرواسون اهو. لو عايزين نكبرها كمان عن كده نكبرها كمان في صينية اكبر. دي عايزة الزبت تبقى حاجة جاية مظبوطة. في حاجة تانية عايزة الزبت اهو. نقفلها كده لو هي مش مظبوطة، نقفلها كده اهو، نجيب كده اهو نروح بطاطينها بس كده اهي. اهي دي عايزة تفرد بس كده اهي اهي بس كده تمام. يا ما شاء الله كل ما اسيبها تتنفخ، كل ما اسيبها تتنفخ.
ما شاء الله خمرها حلو جدا. هنسيبها بقى تخمر كده حبه لحد ما الفرن تسخن. نحطها في الفرن ونوريها لكم تبقى شكلها عامل ازاي. حبايب قلبي شايفين القرص بتاعتنا الجامده الفلاحي دي اللي احنا عملناها باللبن الرايب، اللبن القاطع بتاعنا والكرواسون. شايفين حلو ازاي؟ حاجه كده مبهره جدا بجد، جميل جدا. وعملت معانا كميه حلوه قوي من كيلو الا ربع دقيق، يعني حاجه مش مكلفه خالص. وعايزه اقول لكم ب7 جنيه شوكولاته يعني، الميزانيه حلوه جدا وتعملوها لاطفالكم. وبصوا القرصه، بس هي يا جماعه سخنه شويه، بس انا هفتحها لكم. شايفين ناعمه ازاي؟ شايفين من جوه؟ شايفين هشه ازاي وجميله؟ بس ناعمه ازاي، طريه جدا. برضو بصوا الكرواسون، شايفين الشوكولاته السايحه؟ واو، حاجه كده جامده جدا. بصوا ناعم طري جدا وحلو، وبجد بجد هيعجبكم قوي. ياريت تجربوه. اتمنى يكون فيديو عجبكم. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي، في اللايك الحلو والاشتراك الجميل والكومنت الجامد. اتمنى يكون الفيديو عجبك يا حبيبه قلبي، وتابعيني واشوفكم فيديو جديد. واي حد عنده اي استفسار يبعتلي، هرد عليكي على طول. باي باي يا حبيبه قلبي.